السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنعمل من إعادة تدوير عباية بيتي قديمة الفستانين طفلة حوالي كده عمر 7 شهور أو 6 شهور. أول حاجة يا ست الكل أنا قست كده من فوق 3 أشبار، ده هيكون طول الفستان. الشبر ده هو فتحة ايدي كده كاملة مفتوحة كويس، ده بقيسه كده شبر. قصيت كده من فوق وعايزة استفيد من اللي هو الاسترسات والرسومات اللي هي في العباية دي وتبقى معايا في الفستان، فانا هستفيد بيها بالشكل دي. هطبق زي ما حضراتكم شايفين ده الصدر بتاع العباية، هطبق بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها دي. وهبتدي اقص كده من الكتف من فوق، اضيق طبعا على حسب عرض البنوتة اللي انتي هتقصي على مقاسي. هنا معايا العرض كان نص شبر، يعني العرض معايا شبر كامل وخدت قصة الجيرو معايا اقل بردك من شبر الا ربع، وببتدي اني انا اغوط في النص القصة واطلع بيها واسع معايا تحت خالص. شايفين انا كده غوطت القصة معايا في النص وبنزل بيها على واسع معايا للنهاية. طبعا قصينا تحت على واسع، هي اكيد هيبقى عندنا زيادة في الجنب، فهنشيل الزيادة بتاعة الجنب دي ونسويها كده نظام زيادة. اللهم صل على سيدنا محمد. آه هنسوي القصة من تحت تبقى معانا في النص على كد الجوانب بالظبط، وده كده شكل الفستان بتاعنا. تقص خالص معانا سهل خالص وبسيط. ابتدي دلوقتي عشان انا اظبط القصة بتاعتي هخيط الجوانب وهاخد من فوق بردك وهضيق في الكتف من فوق، هضيق بردك بالشكل دي. هاخد معايا حوالي كده 3 سنتي اقصها كده معايا من الداخل، اخيطها معايا من الداخل بحيث ان انا اضيق فتحة الرقبة. هنا دي الكمام بتاعت العباية، هبتدي بردك ان انا اخد منها الكمام بتاعت فستان البنوتي. هنا هقص طول اللي هو الكم شبر وحوالي كده اجراطيا، يعني حوالي كده صبعين، شبر وصبعين. وببتدي ان انا اقص قصة الجير وقصة الكم بالشكل ديتي، وبغوط قصة الكم لتحت. ببتدي ان انا اضيق قصة الكم بالشكل ده من تحت. كده شكل الفستان بتاعنا. كده خيطت الجوانب وخدت كده من فوق حوالي كده 3 سنتي للداخل اللي هو في الكتف، وخيطت الكمام وركبت كده الكمام اللهم صل على سيدنا محمد. وده شكل فستان البنوتة سهل خالص وبسيط. إعادة تدوير عباية قديمة عملنا منها أول فستان أهو، سهل خالص وبسيط، واستفدت من اللي هي الرسومات اللي هي في العباية عشان متهدرش معايا، وبقي معايا شكله جميل جدا وسهل وبسيط. هنجيب دلوقتي باقي العباية اهو من تحت، والعباية برضك فيها عيوب، يعني احنا ما قصناش كده وبس، زي ما حضراتكم شايفين فيها عيوب وفيها انجودات مقطع فيها، يعني حرق نار زي ما حضراتكم شايفين. فاستفدت بيها بردك. هنا هجيبت بردك كان عندي فستان كنت عاملاه معاكم قبل كده في القناة، وهذا عايزة اقص نفس المقاس بتاعه. هبتدي زي ما حضراتكم شايفين حطيت كده الفستان فوق القماشة وهاخد اقص نفس قصة الفستان بالظبط. هاجي هنا كده في الجوانب لانه هو واخد قصة كلوش.
يا ريت حبايبي اللي متابعين معايا الفيديو يا ريت كده يدعمونا باشتراككم في القناة وتشاركونا وتكونوا ضمن أسرتي على اليوتيوب، وتدوسوا لايك للفيديو عشان الفيديو ان شاء الله بإذن الله يترفع واي حد ممكن يقدر يستفاد من الفيديو. وان شاء الله بإذن الله القناة تكبر بيكم ان شاء الله بإذن الله ونستفاد بيها، واي حاجة تطلبوها ان شاء الله بإذن الله هحاول على قدر الامكان اني انا انزلها لكم. قصيت بالشكل دي القص اهو زي ما حضراتكم شايفين الجانب، وقصيت من فوق وابتدي برضك اقص الجانب التاني بنفس الطريقة. انا طبعا سايبة مسافة زيادة اللهم صل على سيدنا محمد عشان عاملة حساب الخياطة وعاملة حساب التانية من تحت برضك معاي. كده خلاص قصيت الفستان بتاعي اللي هو قصة الجوانب. هبتدي دلوقتي ان انا اطبق واقص قصة فتحة الرقبة واقص قصة الجيرو. بطبق معايا القماش على 4، ببتدي اساوي القماش معايا من فوق عشان اقص معايا والقصة معايا تطلع مظبوطة. هنا قصيت فتحة الرقبة ده هيمشي معايا مع الخلف، وهنا بقص قصة الجيرو. قصة الجيرو هي شبر الا ربع، طول شبر الا ربع، والعرض اللهم صل على سيدنا محمد عرض اللي هو الكتف نص شبر، يعني مقسوم على 2 يبقى العرض شبر. اهو كده زي ما حضراتكم شايفين. هبتدي دلوقتي اجيب فتحة الرقبة اللي هي من قدام، هغوطها زيادة حوالي كده 3 سنتي لتحت عن القصة الظهر من ورا. كده خلاص قصينا قصة الفستان. هجيب باقي الكم اللي احنا قصينا منه الكم الاول للفستان، هنقص منه الكم التاني للفستان التاني. اهو كده زي ما حضراتكم شايفين. وهبتدي ان انا اخيط الكم واخيط الكتاف بتاعة الفستان من فوق، وهخيط الجوانب، وهركب الكم بالشكل دي. إعادة التدوير سهلة خالص وبسيطة، وإن شاء الله بإذن الله هتقدروا تعملوها، وإن شاء الله بإذن الله هيكون ناجح معاكم. وشكرا لكم.